المنتف ديال اليوم هو جريمة قتل وقعت في مدينة طنجة وبالضبط في حي النصر، واللي غادي تهز عليه الساكنة ديال المدينة في منتصف 2021. إذا نبداو على بركة الله، وما تنساوش دائما توركوا على جميع البطونات ليصلكم الجديد. القصة ديالنا كتبدا مع حفيظ بن الطاهر من مواليد 1960، تزاد في وسط عائلة ميسورة ومثقفة وكتهتم بالدراسة. حفيظ من صغرو كان كيقرا مزيان وكان متفوق في قرايته، هادشي اللي خلاه يلتحق بكلية الطب ملي خدا الباك ديالو. والديه وقفوا معاه وعاونوه، هو بدورو كان متفوق الى حتى تمكن من التخرج كطبيب من الاطباء اللي مجهدين في المجال ديالو. حفيظ بدا المشوار ديالو وكان كيتعامل مع اي واحد سواء عنده او ما عندوش، وكل شيء كان كيعرفه وكيعرف الاخلاق الحسنه والطيبه ديالو، وكان من احسن الناس. حفيظ تزوج واستقر مع الزوجه ديالو وتزادت ليهم بنيته. الامور كانت غاده معاهم مزيان في الاول، لكن من بعد غادي يبداو المشاكل بيناتهم. الامور ما غاديش تبقى كما كانت، الا حتى غادي يطلق من مرته وغادي يرجع الايام العزوبيه كيعيش بوحده، وغادي يرجع ساكن في حي النصر، وخدمته كانت في مستشفى محمد السادس. اما العلاقات ديالو الاجتماعيه كانت محدوده، لا مع جيرانه ولا مع اي واحد. المهم السيد كان بحال اللي نقولوا حدودي وداخل سوق راسو، وكان معروف عليه الاعمال التطوعيه اللي كان كيدير بدون مقابل. ومن بين هذه الاعمال الخيريه الحادث المؤسف اللي كان وقع في المعمل ديال طنجة اللي كانوا ماتوا فيه يعني عشرات ديال الناس. حفيظ كان من المتطوعين الأوائل، زيادة على ذلك الأعمال الخيرية اللي كان كيقوم بها في البوادي ومع المحتاجين. حفيظ كان من أطيب خلق الله، وبقى ماشي على هذا المنوال إلى حتى سنة 2021. في نهاية شهر ماي فاش انقطع الخبر عليه وانقطع على العمل ديالو، ما بقاش كيمشي للخدمة. هنا الزملاء ديالو في الخدمة غادي تجيهم غريبة حيت ماشي من عوايدو. حفيظ كان كان انسان ضابط الامور ديالو، عمرو تخلف بحال هكا. غادي يبداو يتصلوا به لكن ما كاين حتى خبر عليه، وهذا الشيء غادي يدفع بهم باش يمشيو عنده للدار، لكن للاسف والو. الزملاء ديالو من بعد ما حرفت ليهم غادي يقصدوا المقدم وغادي يقول لهم باللي حتى هو مده ما شافو. انا المقدم الدور ديالو غادي يمشي يسول الجيران، وحتى واحد ما غادي يكون عارف عليه شي حاجه، لان بحال اللي قلنا كان انسان حدودي. ومن بعد غادي يمشي يدق عليه وغادي يشم بحال شي ريحه في شي شكل، ريحه خايبه. انا المقدم غادي يمشي يعلم البوليس، ومن بعد ما داروا الاجراءات القانونيه جاهم الامر باش يدخلوا وداك الشيء اللي كان. لكن للاسف غادي يلقاو حفيظ مطعون مذبوح، والجهاز التناسلي ديالو مقطع من بلاصتو، والجثه ديالو في حاله تحلل، والدار كامله عامره دمايات. من طبيعة الحال الشرطة بداو في التحقيق في هذه الجريمة اللي ضروري يعرفوا الفاعل شكون هو، وبداو في التحقيق مع الجيران ومع المحيط اللي كان فيه، لكن كل شيء تقريبا كان عنده نفس الجواب. كانت تما شاهدة وحيدة اللي هي جارته، اللي قالت باللي سمعت التقرقيب ولغوت نهار الجمعة، والجثة لقاوها نهار الثلاث. الجثة لقاوها في حالة متقدمة من التحلل. البوليس كمل في البحث ديالو وبداو كيستجوبوا اي واحد، ورجعوا الكاميرات وزادوا ضيقوا الخناق في البحث، حتى غادي يعرفوا باللي واحد الشخص كان كيجي عند حفيظ قبل ما يتقتل، وبالضبط اخر مره كان خرج من الدار ديال حفيظ كان نهار الجمعه، نهار اللي سمعت واحد الجاره ديالو التقرقيب في الدار ديال حفيظ. وفي الاخير تمكنت عناصر الشرطه من التعرف على هذا الشخص، واللي كان سميتو محسن الخلوفي من مواليد 1993 من مدينة ورزازات، واللي دوز حياته كلها في ورزازات. ومن بعد خدا الباك ديالو تما ودخل المعهد المتخصص السينما في ورزازات لمدة عامين، ومن بعد انتقل لمدينة تطوان باش ياخذ الإجازة في كلية الآداب، هذيك الكلية اللي جات في الطريق ديال مرتين. وداك الشيء اللي كان محسن غادي ياخذ الإجازة في تطوان، ومن بعد غادي يقرر أنه يمشي لطنجة يكمل قرايته. وهذا الشيء اللي كان انتقل لمدينة طنجة. المهم البوليس ملي عرفوا شكون هو محسن غادي يكون هو المتهم الأول، وهذا الشيء اللي غادي يخليهم يخرجوا مذكرات بحث في حقه، وداروا التنسيق مع البوليس ديال ورزازات، وبالتالي غادي يمشيو لدارو. لقاو خوه تما. من بعد الأسئلة اللي طرحوا على خوه غادي يتبين من خوه باللي واحد خونا اتصل به وقال ليه باللي محسن راه في حالة هستيريا وماشي نورمال، وخصو ضروري
يعني يمشي هو يمشي يجيب خوه. وداك الشيء اللي كان خوه غادي يمشي يجيب محسن، وغير جابو للدار غادي يجي البوليس وداوه لمركز الشرطة باش يحقوا معاه. ملي داوه تمكنت المصالح الأمنية من توقيف طالب يبلغ من العمر 28 سنة بأطراف زاغورة يشتبه في تورطه في قضية القتل العمد مع التمثيل بجثة كان ضحيتها طبيب وجد جثة هامدة داخل مسكنه بمنطقة بني مكادة بطنجة، وقد تم التمثيل بها باستعمال السلاح الأبيض قبل أن تقود التحريات لتوقيف شخص مشتبه فيه زوال أمس. التحقيق غادي يتبين باللي محسن كان ساكن مع حفيظ، وتعارف عليه فاش كان يلاه جا لطنجة ملي كان كيقلب على الكرا. حافظ قال ليه يعني اجي سكن معايا باطل وبلا ما تخلص والو. من بعد داك الشيء اللي كان محسن مشى سكن مع حفيظ، لكن مع الوقت بدا محسن كيلاحظ شي امور ماشي هي هذيك وشي سلوكات شاده من عند الدكتور حفيظ. واحد النهار محسن ناعس، وملي فاق حس بشي الام من الجهه ديالو الحساسه، ولاحظ بعض السلوكيات بحال اللي قلت شاده من طرف حفيظ. هادشي اللي خلى محسن يتعصب ويجبد جنويه، وبدا كيطعن في حفيظ وذبحو. وفي الاخير ملي قتلو قط عليه الجهاز التناسلي ديالو. من بعد ما لقى ما يدير هرب من تما، هز شكارتو وخرج مشى لكازا، ومن تما الورزازات. هنا محسن قام بالاعتراف بالجريمه اللي دار، وقام بتمثيل الجريمه، وكانت متواجده فيها حتى الصحافه وتمتت في حقه الجريمه. لكن قبل ما يصدر الحكم في حقه غادي يخرجوا الناس ديالو الاعلام وغادي يقولوا باللي محسن ارتكب جريمه وما كانش نورمال، والطبيب هو اللي استغلو من بعد ما عطاه شي حاجه، شي اقراص منومه نعساتو باش يغتصبوا في الاخر. وفاش فاق يعني التاثير ديال هذه الماده هي اللي خرجته على الوعي ديالو، وكان كيدافع فقط على الشرف ديالو. المهم الاخ ديالو غادي يبرأ خوه، والقضيه غادي يدخل فيها الراي العام، وفي الاخير غادي تنطق الحكم في حق محسن من بعد ما تبت ما تبت المنسوب اليه وتحكم بالمؤبد. هنا كنكونوا شفنا المنتف ديال اليوم، اللي كنتمنى تخليو اي تعليق وشنا هي العبره منه، وما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم. واضرب لكم موعدا في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.